صباح الخير عليكم صحاباتي، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في كل صحة وستر وعافية وسعادة يا رب في هذه الايام المباركة قبيل عيد الاضحى المبارك. الاسونسيال حبيباتي، انا حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة الخفيفة البسيطة اللي ما فيهاش مكونات بزاف، ما تديش معنا يا ربي 15 مينوت ماكسيموم. واحد يعني يكونش محضر موجد نفسه ولا يعني. عندنا هنايا صدر تاع الدجاج مقطع مكعبات صغيره، يعني مش كيما شاورما بس ليسونسيال اكبر منها. عندنا تاني راح نحتاجو هنايا مغرفه صغيره تاع لابيل اختياري. عندنا مغرفه صغيره موطارد. نقطعو الطماطم مكعبات، نزيدو نقطعو فلفل حلو مكعبات، اللي حاب يحط فلفل حار، اللي عنده فلفل الوان تقدروا شاكان كيما نقولوا كل واحد شاكان صونغو، فهمتوني؟ كل واحد يحط واش يحب. ليسونسيال نروحو ديريكت لطريقه التحضير. هنايا انني دايره تسريع للفيديو باش ما يكونش ممل على صحاباتي ويقلقوا مني. في هذا الوقت تقدروا تحطوا لي جيم وابوني اللي ماهوش مشترك معايا. واش راح نقول لكم؟ ليسونسيال دوكا حطيت هذيك ملعقه صغيره تاع الزبده وحطيت عليها الزيت. كي سخنت حطيت عليهم لي زيسكالوب تاعي مقطعين الى مكعبات صغيره، اكثر شويه من الشاورما كما قلنا. الاسونسيال واش راح نقول لكم تاني حبيباتي؟ نبقاو نحركوا فيه قبل ما نحطوا الملح يتحط من بعد باش يبقى اللحم تاعنا طري. اوكي، حطينا دركا الملح ونزيدوا شويه تاع فلفل الاسود، ما تكتروش بزاف باسكو يتحرق كي يتقلى ليسونسيال على جال بالنا برك، من بعد كي تحبوا زيدوا. واش راح نقول لكم دركا كي تقلى الدجاج تاعنا ودخلوا طياب سيبون، نحطوا الفليفله الخضراء ونحركوا حتى الفلفل تاعنا يبدا يدبال، يبدا شويه اونديري يتقلى بيجي بنين، ماشي كيما هذاك يجي هكا مرقه سوسيال يتقلى هكا في الزيت، يعني بعد ما يكون اللحم نشف من الماء هذاك اللي يسيبوه في البرمه. ونحركو نبقاو طبعا مع التحريك المستمر حتى يولي دوغي الدجاج تاعنا وهذاك الفلفل يبدا يدير القشره هكذا. حركو. هذا الفيديو كنت صورته البارح وقلت اليوم نحطه لصديقاتي، مبالك تعجبكم الوصفه لما لا. نحطو هنايا حطيت مغرفه صغيره تاع لا موطارد ولا نصف ملعقه تاع الاكل باش تجي بنينه. تقدروا اللي يحب الثوم تقدروا تحطوا فيه ثوم دوائر هكا ولا شرائح صغار تاع الثوم. والله صدقوني الوصفه هذه نحبها، هذا وطبق تاع زوجي المفضل. البارح كي قال لي ديري لي وليت قلت خلي نصورها ونحطها لصحاباتي اللي تحب هكا تديرها في الصيف ما يكونش عندها الوقت، يعني ما فيهاش كيما نقولوا تحطي دجاج ماغيني وبيتيه في الجدار. ليسونسيال كي ما يكونش عندك الوقت وتفكرتيها تقدري ديريها، يعني صراحه اي حاجه باللحم بالدجاج اكيد راح تجي بنينه صدقوني. هنايا راني حطيت الطماطم تاعي، خليتها تتقلى حتى هي معاهم، وعندي نصف مكعب تاع جامبو تاع دجاج اختياري، اللي ما يحبش يحط ما يحطش. تقدري تحطي باغ اكزومبل في بلاصتو زنجبيل، انا هنايا زنجبيل ما بقاليش سي بور سا ما درتوش، ما نديرو. وتبقاي تحركي تحريك مستمر حتى تبدا الطماطم تتقلى شويه وتتبال باش تجي بنينه. لاصوص تاعنا من بعد تجي حمراء شويه هكا اورانجي من الطماطم، ما نزيدوش فيها طماطم هكا مصبره ولا هكا سي بون. هذا هو الطبق البسيط تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه يا حبيباتي. هنايا هاني حطيته زدت معاه شويه تاع الفخيت، وحطيت معاه كيما نقولوا زيتون مرقد. طبق بسيط خفيف ظريف شلح ملح كيما يقولوا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي. سلام.